السلام عليكم شباب. هاد الايام لاحظنا واحد الحركه قويه في الاسواق الماليه. الذهب طلع والبيتكوين نازل، لكن السؤال هو علاش؟ شنو السبب الحقيقي وراء هاد الاشياء؟ هادشي اللي غنوضح لكم في هاد الفيديو هذا. اول سبب صعود الذهب اللي كما مكتوب هنا في هاد الارتيكل هذا هو السياسه النقديه للبنوك المركزيه الكبرى. كيفاش؟ كما مكتوب هنا في هاد الارتيكل كيبين لينا مثلا غير البنك المركزي الصيني والكميات الكبيره ديال الذهب اللي كيشري، كميه كبيره بزاف من بدايه هاد السنه هذا، مما خلى ان الذهب درنا واحد اول تايم هاي جديد. ماشي غير البنك المركزي الصيني بل كاع البنوك المركزيه الكبرى، البنك المركزي الصيني، البنك المركزي الياباني، الهندي، البرازيلي، من بينهم البنك المركزي المغربي من بدايه السنه وكيشري كميه كبرى. ودابا جينا نشوفو يعني شكون اول بنك مركزي اللي كيشري كميه كبرى تاع الذهب، كيبان لينا هو البنك المركزي الامريكي. هادشي كامل علاش؟ هادشي كيديروا واحد العمليه ديال التحوط، كيتحوطوا بين كيتخلصوا من الدولار مقابل كيشريو كميات كبار ديال الذهب. يعني كخلاصه، كلما البنوك المركزيه كتشري كميات كبيره من الذهب العرض كينقص والطلب كيزيد. هادشي كامل كيدفع لينا ان الذهب يكون يدير لينا واحد اول تايم هاي ويكون كيقلب على يوصل لارقام قياسيه جديده. اما بالنسبه للسبب الثاني اللي هو توقع خفض سعر الفائده اللي غيكون عندنا اليوم 23 اكتوبر، مبقاش بزاف، بقى 10 ايام تقريبا. كما كتشوفوا عندنا هنايا بلي كاين توقع ديال 99%، اذا شبه مؤكد انه سوف يتم خفض سعر الفائده. هادشي اللي كيبين لنا ان السوق الذهب تفاعل بشكل ايجابي مع هاد التوقع ووصل دالينا اول تايم هاي في الآونة الأخيرة. أما بالنسبة للسبب الثالث لصعود الدولار اللي هو شات داون جوفرمنت، إغلاق الحكومي الأمريكي. باقي الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قانون المالية الجديد اللي خلى بريزيدون دونالد ترامب مع الديمقراطيين مبغاوش يسنيو ليه على القانون المالية. هادشي كامل كيخلي ان التوتر السياسي وغياب الامان كيخلي المستثمرين كيهربوا من الدولار وكيتخلصوا من الدولار، ماشي كيهربوا، كيتخلصوا منه وكيتحوطوا بالذهب كواحد الملد امن وواحد الملد كيعطيهم واحد الاستقرار. وحتى الخوف ديالهم كيحيدو. دابا ندوزو لاسباب نزول بيتكوين. الا مشينا شفنا بيتكوين يعني اناليز تكنيك، يعني بالنسبه للتحليل الفني كيبان لينا بان بيتكوين كان في واحد الاتجاه صعودي، كان داخل في واحد قناة سعرية. كاسة ديك القناة السعرية دايرين واحد اول تايم هاي اللي هو 126، اللي هو اكثر يعني اعلى قمة وصل لها حاليا من بدا البيتكوين. قمة واعرة زوين هادشي كامل. بات يوم الجمعة في اول تصريح غيدير لينا دونالد ترامب حاول قال بلي غادي يخفض عفوا غير يرفع لطريف على الصين بنسبة 100%. بلينا البيتكوين بدا في هذه الحالة ديال التراجع. شنو السبب ديال التراجع هذا كامل؟ السبب يا اخوان هو دونالد ترامب. حيت دونالد ترامب هو كان بمثابة واحد السفير للبيتكوين بالنسبة للمستثمرين الكبار، حيت هو اللي كان مآمن بيه، هو اللي كان كيدعمو لدرجة ان راه عنده دار بزاف ديال كوين ديال دونالد ترامب، ديال عائلة دونالد ترامب. اما بالنسبة للسبب الثاني ديال الهبوط الحاد ديال البيتكوين في هاد الاسابيع الاخيرة هو تراجع شهية المستثمرين. يعني مبقاش عندنا واحد العرض كبير كيف ما كان عندنا في الاول، بسبب الظروف اللي شرحت لكم في الاول، الظروف الجيوسياسية والتوترات وشات داون جوفرمنت. حتى دونالد ترامب يعني مبقاش كيعطي واحد الحالة الاطمئنان. وكيبان لينا حتى المؤسسات المالية الكبرى بحال بلاك روك، فيديليتي، جي بي مورغان، جولدمان ساكس، اي تي اف كيبيعوا مبقاش كيتشرى كميات كبيرة ديال الاي تي اف من طرف المستثمرين. هادشي كامل كيخلينا بان نشوفوا البيتكوين ضروري خاصو اصلا البيتكوين الا شفنا في الجراف يعني لاز تكنيك كيبان لنا كان دار واحد الطلوع ما دارش واحد الكوريكسيون مزيان يكوريكتي. انا كنقول حدو اليوم وصل لينا 103
هادو هو البوان اللي ميقدرش ينزل عليه. هاد البوان هادي ميقدرش ينزل على 103، ميقدرش ينزل على 100 عفوا، ميقدرش يهبط على 100. وحاجه مزيانه لينا حنايا كمستثمرين باش نزيدو نشريو حتى البيتكوين. والبيتكوين راه كيتعتبر يعني من الاصول الماليه بحال الذهب، غير هو كما كنقولوا حنا واحد الذهب الرقمي، انه كاين في جوبون في مرحله يعني في المرتبه الثامنه جوبون في مرتبه السابعه كمن احسن الاصول الماليه في العالم. ويمكنش مستحيل ان البيتكوين ما يبقاش، حيت داخلين في مؤسسات ماليه كبرى، جي بي مورغان، جولدمان ساكس، بلاك روك، فيديليتي، يعني بليارات الدولار، تريليون الدولار حاطين في هذا البيتكوين. ما يمكنش يمشي. عند كنت سمعت كان قال سميتو اندرو تيت بانه غيهبط شي 26. ما كاينش شي واحد يقدر يقول لك البيتكوين يهبط ولا البيتكوين يطلع. باقي الامر كيتعلق بالديماند سبلاي. دابا بسبب التوترات السياسيه اللي كنشوفو كيبني البيتكوين نازل، ولكن مستقبلا يعني ان شاء الله يوصل مليون دولار. نشوفكم ان شاء الله يوم اثنين لايف جديد. وما تنساوش في الاوقات اللي كيكون فيها غموض سياسي وتوترات اقتصاديه كيبقى دائما الذهب هو الملاذ المفضل والامن للمستثمرين الكبار. اما بالنسبه للبيتكوين كيبقى غير واحد الاصل للمضاربين وما عندوش واحد التاريخ كبير، ولكن يعني في المستقبل ان شاء الله يكون احسن من الجولد باذن الله. تشوفوا ان شاء الله يوم اثنين في لايف جديد. ما تنساوش كومنت اند لايك.